بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مرحبا جمهوري العزيز. ميمي دي زاد راح نقدم لكم اليوم هاد لا فيديو خاص بالوصفة الرائعة والخطيرة لتبييض الأماكن الداكنة. عندي نشاء، عندي قطعة صابون، عندي بلوندور، وعندي أوكسيدون، وعندي حليب، وعندي حوالي ملعقة كبيرة من الليمون. نأخذ هنا قطعة الصابون وأي قطعة عندك في المنزل نبشروها هكذا، ونأخذ حوالي ملعقة كبيرة من الصابون نبشروه جيدا أنا بشرته في الرقيق هكذاك باش يسهل علي العملية. حوالي ملعقة كبيرة إذن، وراح نضيف لها ملعقة صغيرة من البلوندور. هنا نضيف ملعقة صغيرة من البلوندور كما راكم تشوفوا. طبعا ونضيف هنا ملعقة صغيرة من الأكسيدون، يكون الفوليوم 20 أو 30 عادي هكذا. جربوا الوصفة لأنها راح تعطيكم نتيجة رائعة من أول تجربة. هنا نضيف لها ملعقة كبيرة من النشاء. هنا عندنا ملعقتين من النشاء أو المايزينا، ولكن الآن نضيف هذه الملعقة، والملعقة الثانية راح نضيفها من بعد. هنا عندي ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وراح نضيفه هنا الحليب، حوالي ملعقة كبيرة أو ملعقة ونصف من الحليب حسب الحاجة. نضيف الحليب بشوية شيئا فشيئا هكا، وندمج كل المكونات هذا. والآن نضيف الملعقة الثانية من النشاء حتى يصبح القوام كريمي، طبعا يسهل علي الاستعمال هذا. بهذا القوام نحتاج قوام يكون كريمي، وإذا شفتوها ما زالت سائلة ضيفوا لها قليل من النشاء. نحرك وندمج كل المكونات حتى يذوب لنا شوية هذاك الصابون. نقعد نحركه هكا حتى يذوب الصابون، ونبدأ في الاستعمال. طبعا هذه الوصفة تستعمل على كامل الجسم، الوجه، القدمين، كافة الجسم، ويترك مدة 10 دقائق حوالي. تشوفوه نشف هذاك الخليط عليكم باش تروحوا تغسلوه 10 دقائق ماكسيموم، ونروحوا نغسلوه الآن وتشوفوا النتيجة. وهاي لك النتيجة أمامكم من أول استعمال، راح تشوفوا النتيجة مبهرة صدقوني. هاد النتيجة مجربة، وهاد الخلطة راهي جديدة على قنوات اليوتيوب. إذا أعجبكم الفيديو واستفدتم ولو بالقليل وجربوا الوصفة، راهي رايحة تنفعكم بزاف. جمهوري العزيز، إلى هنا نقول لكم اشتركوا في القناة، نحبكم، سلام.